مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. في وقت لا تزال فيه قضية اختفاء الطفل ريان ديلمي تشغل الرأي العام الجزائري وتثير موجة واسعة من القلق والترقب، عادت المخاوف لتتجدد من جديد بعد الإعلان عن اختفاء طفل آخر، وهذه المرة بالخروب قسنطينة. فبين الخوف الذي تعيشه العائلات والأسئلة التي لا تجد إجابات سريعة، باتت مثل هذه الحوادث تزرع حالة من الترقب والحزن في قلوب الجزائريين، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال يختفون في ظروف غامضة. ومع استمرار تداول قضية ريان إلى غاية اليوم، وجد كثيرون أنفسهم يستحضرون نفس مشاعر القلق بعد الإعلان عن اختفاء الطفل أنور نقيب البالغ من العمر 15 سنة في حادثة أعادت إلى الواجهة دعوات الحذر والتضامن من أجل العثور على المفقودين سالمين. وتواصل عائلة الطفل أنور نقيب البالغ من العمر 15 سنة كما ذكرنا سابقا رحلة البحث عنه بعد اختفائه في ظروف لا تزال غامضة بمدينة الخروبة يوم الجمعة 23 من مايو الجارية. ووفقا للمعلومات المتداولة من طرف العائلة، فإن الطفل أنور خرج من منزله في حدود الساعة 2 زوالا قبل أن ينقطع الاتصال به، ولم يعد إلى غاية هذه اللحظة، ما أدخل أفراد أسرته في حالة من القلق والترقب، خاصة والدته التي تعيش ساعات صعبة مليئة بالخوف والدعاء في انتظار أي خبر يطمئن قلبها. الحادثة أثارت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ناشد أفراد العائلة والمواطنون مختلف الصفحات والمجموعات بالمساهمة في نشر صورة الطفل ومعلوماته على أوسع نطاق ممكن، أملا في الوصول إلى أي معلومة قد تساعد في العثور عليه وإعادته سالما إلى أهله. معلومات الطفل المفقود التي نشرتها عائلته هي الاسم أنور نقيب العمر 15 سنة، مكان الاختفاء الخروب قسنطينة، تاريخ الاختفاء الجمعة 23 من مايو 2026. لأي معلومات أو مشاهدة محتملة للطفل يرجى التواصل فورا على الرقم التالي 0668380064 أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو درك وطني. وفي ظل هذه الظروف الصعبة تتواصل الدعوات من المواطنين بعودة الطفل سالما معافى، وسط رجاء كبير أن تنتهي هذه القصة بخبر يفرح قلب والدته المكلومة وكل أفراد عائلته. اللهم رده إلى أهله سالما معافى وأربط على قلب والدته يا رب العالمين. مشاهدينا، نصل معكم لختام هذا الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاهتمام.